النهاردة هنتكلم عن فكرة ناس كتير بتتلخبط فيها. هل من الذكاء إنك تعرف ترد على كل سؤال وكل سؤال؟ ولا إن الذكي الحقيقي هو اللي بيعرف إمتى يسكت وإمتى يتكلم؟ طب إيه معنى الذكاء الحقيقي؟ يا ترى لما حد يقولك أنت ذكي، بتفتكر إنك لازم ترد وتهزر وتظهر معلوماتك على طول؟ الحقيقة الموضوع أعمق من كده شوية، لأن في أوقات لازم تسكت فيها ويكون ده أنسب رد للسؤال. أوقات كتير في الحوار أو الجدال الشخص اللي بيعرف يسكت في الوقت الصح هو اللي بيكسب فعلا، مش اللي يجاوب أو يرد أكتر. طب إمتى لازم أسكت وإمتى أتكلم؟ في مواقف لازم تتكلم وتوضح رأيك بصراحة، زي لو حد ظلمك أو فهمك غلط لازم ترد عشان توضح وجهة نظرك. لكن في مواقف تانية لو كملت كلام هتضيع نفسك أو تدي فرصة لحد يستفزك. يعني مثلا لما تلاقي واحد بيجادل لمجرد الجدال، مش هتستفيد غير وجع دماغ. هنا الذكاء إنك تعترف إنه مش لازم ترد وتسيب الحوار يعدي في هدوء. وبالمناسبة، مرة كنت قاعد مع زمايلي في الشغل وكان في حد بيلف ويدور ومصمم يحرج الناس. وقتها أنا اخترت أسكت بدل ما أسيب نفسي أتحط في مقارنة أو جدال مش هيضيف حاجة. وطبعا في حالة زميلنا ده محدش مننا عبره ولا اتكلم معاه، وهو نفسه حس إنه غلطان من اللي عمله واعتذر من نفسه لأن محدش رد عليه ولا أخد اهتمام من اللي كانوا قاعدين معانا، وحس إنه كده هيكره الناس فيه لأن محدش كلمه ولا أكنه موجود. وبكده في الحالة دي السكوت كان أفضل للكل. كمان لو حد اتعصب عليك فجأة على سبب تافه، الأفضل تسيبه يهدى وانت ساكت، لأن الرد أوقات بيولع الدنيا أكتر. وفي الحالة دي المفروض إنك ما تاخدش أي قرار وانت متعصب، لأن قرارك في الوقت ده هيكون غلط. لازم تكون هادي في اتخاذ أي قرار. اسمع قبل ما تتكلم، يعني ما تقطعش غيرك بسرعة، استنى واسمع كويس. اختار امتى ترد وامتى تسكت عشان تحافظ على طاقتك. مش كل معركة لازم تفوز فيها بالكلام، أوقات الفوز الحقيقي إنك ما تدخلش المعركة أصلا. خلي عندك ثقة في نفسك، وصدقني هتعرف تتحكم في ردودك وفي أفعالك وتكسب احترام الناس. في النهاية الذكاء الحقيقي مش بس إنك ترد بسرعة أو تكسب جدال، الذكاء إنك تعرف إمتى تتكلم وإمتى تسكت وتمشي الكلام. لازم نسأل نفسنا شوية أسئلة قبل الكلام أو السكوت. الموضوع ده هيضيف لي ولا مجرد جدال؟ هل الشخص اللي قدامي فعلا بيسمعني ولا مستني بس يرد؟ لو الإجابة لأ، يبقى السكوت هنا أذكى وأحسن. أوقات السكوت بيخلي الطرف التاني يراجع نفسه أو حتى ينهي الحوار من غير خسائر. لما حد يستفزك أو يقول كلام سلبي، عد في سرك لحد 5 قبل ما ترد. هتلاقي نفسك هديت وفكرت بمنطق قبل ما تقول أي كلمة أو ترد عليه. اسمع أكتر ما تتكلم، استخدم ردود مختصرة، خير الكلام ما قل ودل. الملخص: سر الذكاء الحقيقي. الذكاء في الحوار مش إنك ترد وتثبت نفسك طول الوقت، لكن تعرف إمتى تتكلم وإمتى تسيب الكلام يعدي. السكوت جزء من القوة، والانسحاب برضو نصر لو حافظت على احترامك وحافظت على طاقتك.